ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل طريقه العيش الكايزر او العيش البرجر. بس اهم حاجه، لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال، ويا ريت تشتركي في القناه وتحطي لي لايك، ويا ريت لو عندك اي تعليق تكتبه لي في الكومنت تحت، ومستنيه ارائكم كلكم. اول حاجه معايا للطريقه، معايا كوبايتين من الميه عاديين خالص. معايا معلقه ونص كبيره من الخميره الفوريه، ومعايا معلقتين من السكر، معلقتين كبار، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو محسن كيك، بتفرق جدا. معايا معلقة من الخل. هقلب المكونات دي كلها لحد ما السكر أتأكد إن هو داب. بعد ما يدوب كده خالص والاقي بتاعتي عملت رغاوي كده، يبقى دي خميرة كويسة. هنزل بنص كوباية من الزيت واقلبهم كويس. اهم حاجة يكون الخميرة بتاعتك كويسة والمكونات بتاعتك كويسة. بنفس الكوباية اللي انا عملت بيها المية هنزل بيها بالدقيق. معايا اول كوباية، معايا 5 كوبايات من الدقيق، اي نوع عندك. بس اتأكدي الاول انت هتحطي 5 كوبايات، وبعد كده تقلبيهم. عليهم نص معلقة من الملح، نص معلقة كبيرة. هقلبهم كويس وهعجنهم بقى كده بايدي. انا بصراحة الوصفة دي خدت مني نص كوباية كمان من الدقيق. آه، آه، يعني انتي حسب الدقيق بتاعك، ممكن الدقيق بتاعك يطلع 5 كوبايات بالظبط. عجنتها كده بالطريقة دي، وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين بالظبط من الزيت، مش هكتر، هما معلقتين بس. انا حطيت نص كوباية من الدقيق علشان حسيت ان الدقيق بتاعي لسه، العجينة بتاعتي لسه مش هي دي، هي لسه عايزة دقيق. هنزل بالطبق كده وهشيل منه العجينة، وهحط فيه معلقة من الزيت، واتأكد ان هو كل الجوانب بتاعته اتحطت فيها زيت. وبعد كده هحط العجينة تاني علشان تخمر بقى. فلازم تحطي على الطبق بتاعك زيت علشان لما تخمر ما تلزقش منك، هتطلع مظبوطة. بدهن وشها بالزيت اللي كان في ايديا. بعد كده هغطيها بقى بستريتش واسيبها لمدة ربع ساعة تخمر، او حسب درجة الحرارة اللي عندك انتي. لو كانت درجة الحرارة ساقعة شوية او دافية، فحسب درجة الحرارة اللي عندك. انا سبتها ربع ساعة بالظبط على ما خمرت. بعد كده دي شكلها بقى بعد ما خمر. بجيبها والمها كده بالشكل ده. انا لازم المها علشان الهواء اللي فيها ما تبقاش مليانه هواء، لازم نلمها بالشكل ده. وبعد كده ناخدها على الرخامه بتاعتنا. بعد كده هقطعها نصين بالشكل ده كده. هجيب العجينه بتاعتي وافردها كده طويله شويه، وهقطع منها حسب القطعه اللي انا عايزاها. اذا كنت عايزاها كبيره او كنت عايزاها صغيره، فدي حاجه براحتك. بعد كده بجيبها واكورها كده واشوف العجينه بتاعتي. انا عملت عجينه كده اللي هو مش كبيره قوي مش صغيره قوي، انتي حسب اللي انت عايزاه. انا اللي كانت بتطلع معايا كبيره شويه، بقطعها واخليهم الاتنين مساويين زي بعض. ده بعد ما خلصت كده التقطيع كله، بعد ما كورت كله كده. ده الشكل بتاعي كده بعد ما خلصتها. لو تلاحظوا ان كله زي بعضه، قد بعضه، في بعض الواحدة كده بسيطة يعني. بجيب الصاج بتاعي او الصينية بتاعتي، اي حاجة هتقدمي فيها هتحطي فيها العجين بتاعك، وبدهنها معلقة من الزيت بايديا. وهجيب العجينة بتاعتي وهفردها كده على ايديا بمعلقة من الزيت، وهكورها بالشكل ده، وهلمها علشان تبقى ايه مليانة، القلب بتاعها موجود يعني، ومليانة قلب وكده، ما تبقاش مليانة هوا. بحط سقطة من الزيت وبعد كده بلمها بالشكل ده.
وبعد كده ابططها شويه، اتك عليها يعني شويه لحد ما اسيبها تخمر بقى كمان 10 دقايق. وبعد كده هرجع لها تاني. يا ريت يا جماعه ما نستعجلش عليها، علشان لو استعجلنا عليها مش هتطلع كويس، هتطلع قلبها عجين. ده بعد ما قطعتها وخمرت هحط عليها السمسم بتاعي كده بالشكل ده. انتي زي ما انت عايزه، عايزه تحطي حبه البركه، عايزه تحطي سمسم، مش عايزه تحطي على وشها اي حاجه، فده حاجه هترجع لك. بس انا حطيت سقط الزيت علشان السمسم يمسك في العجينه على وشها، يعني دهنتها بايديا كده. ده الشكل بتاعي خلاص بعد ما حطيت عليه السمسم اهو. لو تلاحظوا ان انا افردتها شويه، ما خليتهاش مكوره. بعد كده طلعت من الفرن، حطيتها على فرن درجة حرارة متوسطة مدة 10 دقايق. بجد كانت تحفة وخفيفة قوي وطرية جدا. بعد ما اطلعها من الفرن على طول وهي سخنة بحطها في طبق كده وبغطيها بفوطة مطبخ او اي حاجة، بس اهم حاجة انها تاخد الطري بتاعها كده بالشكل ده. بفتح بقى قلبها بقى يا جماعة، بجد كانت حاجة جميلة قوي. قلبها مليان انا مش عارفه اسمه ايه بصراحه، بس مليان اللي هو هاش قوي وجميل. بس ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو، ويا رب يكون عجبكم الفيديو.